السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ بيتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضروا ميني كنافة بالكريمة ديال الجبن، كتجي من أروع ما يكون، مع السر باش تجيكم مقرمشة وتبقى لكم مقرمشة مدة طويلة. كتجي مسقيه وديك الكريمه كتزيدها لذة، الصراحه ما تشبعوش منها. راها كتبقى مرخيصه بزاف مقارنه مع هذيك اللي كتباع. صاوبوها في الدار وبرعوا بها مالين داركم، او لا خدموها في الطلبيات، راها كتكون مطلوبه بكثره خصوصا في شهر رمضان الفضيل. تبعوا لا فيديو معايا من الاول حتى الاخير، راكم غادي تستافدوا منه بزاف. وكنتمنى منكم كيف ما ديما تشجعوني باللايك وبالتعليق المحفز اللي كتفرحوني به، واللي كتشوف القناة لأول مرة تشترك باش يوصلها أي جديد كنحطو إن شاء الله. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نمر مباشرة للمكونات وطريقة التحضير. هنايا خديت نص كيلو او لا 500 غرام من الكنافه اللي غادي نوضعها في الهاشوار، او لا يمكن لكم تقطعوها غير بالسكين او لا بالمقص. ما حاولوا انكم ما تطحنوهاش بزاف، ضروري تبقى لنا هكا شويه باينه باش كتجينا زوينه في داك الميني كنافه ديالنا. هانتوما لاحظوا كيفاش القوام ديالها داير، ما طحنتهاش حتى ولات لنا رقيقه بزاف، خصها تبقى لنا على هذا الشكل هذا. كنفرغها في واحد لو بول وكنضيف عليها واحد 4 ديال المعالق كبارين من الزبده اللي كتكون من اصل حيواني باش كتعطينا مذاق اللي هو زوين. عندي هنايا 80 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها حتى رجعت لينا نوازيط، وضفت عليها 4 كاس من الزيت النباتيه، راه ما تصورتش ليا هذيك اللقطه. غادي نخلط هذا الخليط مزيان، وهذا هو اللي غادي نلبسو به الشعيرات ديال الكنافه ديالنا. وضروري من الزيت لان هي السر باش كتبقى لكم الكنافه ديالكم مقرمشه لمده طويله بعد ما كطيب وما كتلواش نهائيا. هذه هي الطريقه المعتمده عند الناس اللي كيبيعوا الكنافه، كيخلطوا ما بين الزيت والزبده، لاننا ملي كنديروا الزبده بوحدها راها كتجينا مقرمشه منين كطيب، وملي كدوز عليها غير واحد نص ساعه او لا ساعه كتلوى وما كتبقاش فيها القرمشه نهائيا. اما الا خدمتوها بهذه الطريقه هذه راها واخا تبات كتبقى مقرمشه. وهنا عندي هاد ليمول هادو اللي غادي نطيب فيهم الكنافه ديالي. ممكن تستخدموا اي مولات متوفرين عندكم، وإلا ما كانوش عندكم هادو تقدروا تعوضوهم بهذيك اللاطه ديال لي كاب كيك. وهاد ليمول هادو راه القدر ديالهم 8 ديال السنتيمتر ما شاء الله. راه كتجي هاد الكنافه هادي كبيره. اول حاجه كندهن هاد ليمول مزيان بالزبده باش كتجينا هاد الكنافه ديالنا محمره وما كتلصقش لينا نهائيا وكتجي مقرمشه. وكندوز باش كندير الطبقه الاولى في هاد ليمول اللي ديجا دهناهم انا بالزبده. والكنافه كيف ما لاحظتوا معايا لبستها غير بهذيك الزبده والزيت، ما ضفت ليها حتى شي حاجه. كناخذ كميه من هذيك الكنافه وكندير طبقه اولى. المهم هاد الطبقه اللي كتكون من التحت خاصها تكون شويه غليظه على الطبقه اللي غادي نديروها من الفوق. كنديروا اكثر من نص الكميه ديال الشعيرات الكنافه في هاد الطبقه الاولى اللي كنديروها من التحت، حيت منين غادي نقلبوا لي مول ديالنا غادي تولي هاد الطبقه اللي هي لتحت غادي تولي لنا من الفوق، وخاصها تكون كتر شويه من هذيك اللي لتحت. كنتمنى الفكره تكون واضحه. وكنحاول انني نطلع هذيك الكنافه ديالي مع الجوانب نتاع ليمون واحد شويه على هذا الشكل هذا، وعاد كنضيف واحد الكميه نتاع الكنافه في الوسط اللي كتكون لا باس بها. كيف ما قلت لكم ضروري الطبقه اللي كتكون من التحت هي اللي تكون غليظه شويه على الطبقه اللي كتكون من الفوق.
وكناخذ واحد الكاس وكندير به واحد الحفيره في الوسط بهذه الطريقه اللي لاحظتوا على الشاشه. وهاد الحفيره هي اللي غادي نعمروها بالجبن باش كتجي عامره. وما شاء الله هاد الميني كنافه منين كيطيبوا راها كتجي عامره من الداخل، وديك الكنافه كتجينا مقرمشه، كتجي من اروع ما يكون. وتقدروا بهاد المكونات تصايبوا وحده الا بغيتوها تكون بحجم عائلي. وكيف ما لاحظتوا راه كميه الكنافه اللي بقات ليا راها قل من النص. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وكنوضع فيها جوج ديال الكيسان ديال الحليب، القياس دائما بالكاس ديال العنبه، كؤوس اللي عامرين مزيان. وكنضيف عليهم جوج معالق كبارين عامرين بالمايزينا اي نشا الذره. وما ديروش بودره الكريم باتيسير، ديروا النشا من الافضل، راها كتعطي قوام اللي هو زوين والمذاق ما كيتبدلش. وكنضيف كذلك معلقه كبيره من السكر حبيبات، ما تكثروش السكر حيت مازالين غادي نسقيو الكنافه ديالنا بالسيرو. غادي نخلط هاد المكونات هادي على البارد بالطراب حتى كتذوب ليا هذيك النشا والسكر في الحليب. وعاد غادي نوضع الكاسرونه ديالي على النار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كطيب لينا الكريمه. غير ما تغفلوش عليها باش طيب لكم كريميه وما تعقدش وما يكونش فيها هذوك الحبيبات، بغيناها تجينا كريميه. وفي هذه المرحله كنطفيو لها النار وكنضيف عليها الجبن. انا هنا استخدمت هاد النوعيه، كندير علبه كامله، ممكن ديروا اي جبن كتفضلوا ومتوفر عندكم. وكنضيف كذلك علبه من الياغورت الطبيعي اي دانون مسوس كاضافه اختياريه، يمكن لكم تستغناو عليها وتكتفيو غير بالجبن فقط. وكنخلط هاد الجبن مع الكريمه مزيان حتى كيندمجوا لنا على هاد الشكل هذا. وغادي نضيف عليهم القشور ديال حامضه، كنستعملوا غير ديك القشره الصفراء اولا الخضراء اللي كتكون من الفوق، ما كنوصلوش نهائيا لهذيك القشره البيضاء باش ما تجيناش الكريمه ديالنا فيها المذاق ديال المروريه. وكنزيد كذلك عصير نص حامضه، وتقدروا تعوضوا قشور الحامض او عصير الحامض بجوج ساشيات ديال الفاني اولا جوج معالق ديال الماء الزهر يكونوا نوعيه جيده. كنمزج جميع المكونات مزيان حتى كتنسجم لنا فيما بينها وكتولي لا تيكستور ديال الكريمه ديالنا كريميه ولذيذه بزاف. بداك النسمه ديال الحامض اللي ضفناها للكريمه ديالنا راها كتجي يا سلام. هاد الكنافه هذه الصراحه اللي بالكريمه راه كيفضلوها الناس بزاف على الكنافه اللي كتكون بالمكسرات لانها كتجي لذيذه بزاف. وهنا كناخذ قياس جوج معالق كبار وكنعمر في هذيك الحفيره اللي ديجا درناها في ديك الكنافه اللي درنا في ليمول، يعني تقريبا جوج معالق كبار. بغيت هاد لي ميني كنافه يجيوني عامرين مزيان بالكريمه. غادي نستمر حتى كنعمرهم بهذيك الكريمه كامله. يعني هاد المقادير اللي تقاسمت معاكم نص كيلو ديال الكنافه وهاد الكريمه كيخرجوا ليا 10 ديال لي بياس من هاد الميني كنافه اللي القياس ديالها 8 ديال السنتيمتر، يعني 10 ديال الحبات ما شاء الله اللي كبابرين. كنعمر حتى كنكمل هذيك الكريمه كامله. وغادي نوضع الطبقه الاخيره من الكنافه اللي بقات لينا، يعني هاد الطبقه اللي كنديروها في الاخر كتكون رقيقه، غير توضعوا الكريمه وضعوا مباشره من الفوق منها هذيك الطبقه ديال الكنافه باش ما حتى سخونه كتلصق على هذيك الكنافه. وإلا خليناها حتى بردات ما كتبغيش تثبت لينا عليها. وكنبدا كندير ديك الشعيرات ديال الكنافه وكنحاول انني نضغط عليها واحد شويه بالكف ديالي غير باش كتلصق هذيك الكنافه على الكريمه. ما تضغطوش بزاف باش ما تخرجش لكم هذيك الكريمه، يعني غير بشويه بحال هكا غير باش تقاد وتلصق هذيك الكنافه على الكريمه بكل سهوله. وهاد التفاصيل للاخوات المبتدئات اللي غادي يجربوا الكنافه لاول مره. وفي هذا الاثناء راني شعلت الفران يسخن، يعني غير كنوصلوا لهذه المرحله كنشعلوا الفران ديالنا يسخن، سواء كان فرن كهربائي او لا فرن غازي. غادي نسخنوه مزيان على اعلى درجه باش مباشره ملي كنكملوا هذوك لي ميني كنافه ديالنا كندخلوهم للفران وكنقصوا النار اللي تكون مهيله
وهنا في واحد الكاسرونه كنوضع فيها كاس ونص ديال السكر حبيبات، وجوج كيسان ديال الماء القياس بالكاس ديال العنبه، وجوج لي طرونش ديال الحامض. كنوضع الكاسرونه ديالي على نار اللي هي متوسطه وكنخليها حتى كتبدا كتغلي ويتقل القوام ديال هذاك السيرو ديالنا. وهنا من بعد ما طابت الكنافه ديالنا خرجتها مباشره وهي مازال سخونه. خديت هذاك السيرو اللي برد لينا تماما وكنبدا كنسقي به الكنافه ديالي، واللي بغى يسقي بالعسل بوحدو ماشي مشكل، غير هو كتجي هذيك الكنافه مقرمشه اكثر من القياس، ما كتجيش فيها هذيك السقيه والتعليكه. وغير كنسقيوهم ونخليوهم تخرج منهم شويه ديك الحراره ونقدروا نقيسوهم كنديمو ليهم مباشره، ما نخليوهمش يبردوا في ليمول، لان الا خليتيهم يبردوا بزاف في ليمول كيرجع عليهم هذاك الصهد وكيلواو. والطريقه راها سهله، كتاخذوا فقط واحد السكين وكدوزوه شويه مع الجناب وكديموا ليهم بكل سهوله، راهم كيجيو رائعين بزاف وكيجي فيهم واحد النسمه يا سلام، وديك الكريمه كتجي رائعه بزاف. غادي نقسم لكم واحد الحبه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل في الاخر ديال الفيديو. وبالنسبه لهاد الميني كنافه الثمن ديالها ديال البيع هو 10 ديال الدراهم للحبه، باش تقدروا تخرجوهم يعني 10 دراهم للبياس، راه عليهم الطلب بالنسبه للبنات اللي كيخرجوا لي كوموند. غادي نكملهم كاملين، غادي نديمو ليهم ونسقيهم بالقليل من السيرو اللي حضرناه من قبل على هاد الشكل هذا. والتزيين كيبقى اختياري، كنديروا هذاك السيرو باش البيستاج اللي غادي نزينو به كيبقى لاصق لينا، ماشي غير نقلبوهم وهو كيطيح من فوق منهم. انا زينت بالقليل من بيستاج كونكاسي، ما تصورتش هذيك اللقطه. وانتوما ممكن ديروا اللوز اللي كيكون محمر ومهرمش او لا انصاف ديال الكركاع اللي بغيتو، يعني التزيين كيبقى اختياري، غير هي كيتواتى معاه البيستاج. والناس اللي كيبيعوها على برا هاد لي ميني كنافه راه ما كيزينوهاش نهائيا، حيت الصراحه غير المذاق ديالها راه مزينها وكتجي رائعه بزاف. غير البنات اللي كيديروا لي كوموند حاولوا تزينوها مزيان باش كتجي عاطيه للعين. كنتمنى منكم تجربوها، راه غادي تعجبكم بزاف. وغادي نحل لكم واحد الحبه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، راها كتجي رائعه بزاف. هذا هو الشكل ديالها، راه كيجي فيها واحد اللون اللي هو رائع، يعني واخده حقها في الطياب. ملي كطيبوها على نار اللي هي مهيله راها كتاخد حقها في الطياب وكطيب من برا ومن الداخل، وراها جات مقرمشه ومسقيه. وهذيك الكريمه من الداخل يا سلام، شي حاجه اللي اروع من رائعه. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، راها كتجي رائعه بزاف ومعمره مزيان بهذيك الكريمه، الصراحه لذيذه بزاف. اعتمدوها في مائده ضيافكم لهذا الصيف، وتقدروا كذلك تستعملوها كتحليه لرمضان الفاضل. احتفظوا بالوصفه، والبنات اللي كيخرجوا الطلبيات علاش لا، راها كتجي بنينه بلا قياس وراها شي حاجه من اروع ما يكون. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتبارطاجيو لو ماكسيموم في مواقع التواصل، وكثروا لي اخواتي من لي لايك باش تشجعوني وننزل لكم المزيد والمزيد من الوصفات. شوفوا الشكل ديالها هاد الكنافه هادي يا سلام. مبقى لي غير نقول لكم شكرا على المتابعه وخليتكم على خير، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.